السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول الكريم عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة معانا سمك مقلي. انا السمك ده بجيبه انضفه وافرزه في الفريزر وبحط له بتبله كمان بملحه ملح وكمون وكزبرة وثوم، وبشيله متنضف ومتملح وبطلعه على طول على القلية. الصلصة بتاعته دي بتبقى نفس الصلصة بتاعت الكشري، نفس الصلصة بالظبط، ما فيهاش حاجه خالص. هي يا دوب بتحط لها طومه وشويه خل والملح والكمون وبس، وبرشها فوق السمك واديله غلوه واحده بس. تعالي بينا نشوف عملنا السمك ده ازاي. السمك بتاعي متنضف، بصي جوه قلبه ده التمليحه بتاعته. انا هنا كنت آم، جايبه الدقيق بدرته وبركنه بعد ما يتبدر، واحنا اتفقنا ان احنا بنعمل الحركه دي ليه. انا هنا بشيل البطروخ بتاعه كده على جنب عشان يتقلى مع بعضه، ببدره واسيبه لحد الدقيق بتاعه ما يختفي، علشان احنا مش محتاجين مش عايزين الزيت بتاعنا يتحرق، لان احنا اتفقنا ان الزيت لما بيتحرق يا جماعة بيبقى مضر جدا على صحتنا وصحة ولادنا. فاحنا بنبدر السمك، ودي طريقتي اللي بعملها من سنين، يعني يا ريت تعمليها كده، صدقيني والله افيد صحيا ليكي ولولادك. انا بركن السمك هنا لحد الدقيق بتاعي ما يختفي خالص، وبعدين هبتدي. بصي انا بوريكي الطاسه هنا ما فيهاش اي حروقه، وقاليه الزيت ده كله بحوالي يعني 3 4 معالق من الزيت بس والله. بصي الطاسه ما فيهاش حروقه خالص، ودي احسن حاجه. بعد السمك بتاعي ما خلص، وانا نشفته هنا متعمده انشفه علشان بعد كده نحط الصلصه ونغليه غلوه واحده بس ونطفي عليه علشان الصلصه ترجع تطريه تاني. بيبقى طعم جدا جدا ومختلف، واكله مختلفه شويه عن السمك المقلي العادي. هنا انا بعمل رز الصياديه. كل ما تعوزي الرز يكون لونه غامق تغمقي البصله، وعلى فكره البصله مش بتمرر، الثوم بس هو اللي بيمرر. يعني ما تسيبيش الثوم لما تتحرق، يا دوب الثوم اشم ريحتها واروح منزله بالميه على طول. طبعا بحط شويه كمون وبحط الملح، واحط يا دوب الميه تغلي غلوه كده واروح نازله على طول، او حتى لو ما غلتش مش هتفرق يعني. واروح نازله، وحطيت على فكره معلقه سكر صغيره، واروح نازله بالرز بتاعي. ربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا، اشوفكم على خير، باي باي.